تعالي تعالي اقول لك على حاجه نعملها بالليل في السهرايه كده يا اختي. كنت قاعده انا والولاد كده عمالين بنتفرج على فيلم هندي كده بنحبه، وفجاه لقيت العيال عايزين حاجه حلوه او عايزين سندوتشات. قلت هقوم اعمل لهم سندوتشات. دخلت المطبخ، بيني وبينك كده بصيت في التلاجة، قلت بدل السندوتشات طب ما انا اعمل لهم الصينيه العجيبه الجميله الخطيره دي كده، مش هتاخد مني وقت ولا مجهود، وفي نص ساعه وحاجه سخنه ونشرب معاها كوبايه الشاي بلبن، واحلى سهرايه بقى انا والولاد كده، ونتغطى ونتكلفت ونتفرج على الفيلم اللي احنا بنتفرج عليه. قمت يا ست البولة بتاعتي وحاطه فيها نص كوبايه لبن وربع كوبايه زيت ومعلقه خميره فوريه ومعلقتين لبن بودر لو عندك. هاخد بيضايه واشيل الصفارة على جنب دلوقتي هقولك هعمل بيه ايه، وربع معلقه بيكنج باودر ورشه ملح ومعلقه سكر، وكله نحطه على بعضه في الطبق كده زي ما احنا شايفين الطبق الجميل. ادي صفار البيضه بقولك هنحركنها شويه، وادي معلقتين اللبن البودرة. وطبعا لو مش موجودين عندك ما يأثروش معانا خالص في الوصفة ولا نقف عليهم، موجودين خير وبركة. عندك علبة زبادي مش عارفة تعملي بيها ايه في التلاجة، اشتغلي بيها. عندك ما عندكيش لبن حليب، اشتغلي بلبن البودر. ما عندكيش لبن خالص، اشتغلي بالمية. وحطيت يا ست كل 3 كوبايات دي واحدة واحدة كده، احط كوباية واستنى لما اقلب واحط التانية، ولا مجهود ولا اي حاجة خالص. وادي كده الكوبايه التانية، مش هنزل بالمقادير بتاع الدقيق بتاعي كله مره واحده زي ما قلت لك، احط كوبايه واقلب، احط كوبايه واقلب. انا المفروض ان انا الطريقه هتاخد معايا 3 كوبايات وربع، او الصينيه بتاعتي دي 3 كوبايات وربع. عايزه تزودي عايزه تكبري الصينيه عايزه تصغريها، دي براحتك خالص، وحسب عدد اولادك وحسب اللي هياكل معاكي. حطيت يا حبيبتي ال3 كوبايات دي، وركنت النص كوبايه ما حطيتهاش دلوقتي. وقلت بقى خلاص ما بديهاش، لازم اعجن بايدي عشان احس بالعجينه واديها عجنه ولته حلوه كده، وافضل اعجن فيها شويه لحد ما العجينه بتاعتي اهم حاجه فيها ان هي تتلت كويس. وبرده من وقت للتاني كده مسحه للرخامه وانا واقفه عشان الرخامه بتاعتي تبقى نظيفه وجميله كده وما فيش اي حاجه تتكون عليها. واعجن واحط بقى والت في العجينه، وطلعي بقى الغيظ والكبت وكل حاجه عندك طلعيها في العجينه وانت بتعمليها كده. ورحت زي ما قلت لك انا كنت راكنه نص الكوبايه دي على جنب، اخدت منها معلقه في معلقه كده لحد ما اشوف هتوصل معايا القوام اللي انا عايزاه امتى. وادي العجينه بتاعتي خلاص اهو اتلتتها كويس في الطبق، بس برضو لا مش هكتفي بكده، لا انا عايزاها تتلت تاني كويس. هروح جايبه الرخامه بتاعتي ومسحها برضو تاني ومتاكده منها ان هي نظيفه، واروح حاطه عليها العجينه بتاعتي وافضل الت واعجن واعجن لحد ما العجينه تطلع كده زي الاستك في ايدك. واهم حاجة من الشغل ضبط الشغل، اهم حاجة في العجينة ان احنا نلتها كويس جدا، ونفضل نلت ونعجن فيها لحد ما تسيب ايدينا خالص وتطلع ايدينا زي الفل كده منها. في الوقت ده بالذات اتأكد ان العجينة بتاعتي بقت جميلة وتمام ومية مية. زي ما انت شايفه كده، بصي ايدي بقت زي الفل اهي، بس برضه هخلص ايدي كويس وانضف ايدي كويس خالص، ولا بتلزق في الرخامه ولا في ايدي، وبقت زي الفل. اروح عامله ايه بقى، رحت حطاها في دهنه البوله بتاعتي كده، رشه زيت صغيره، حاطه العجينه بتاعتي وراكناها على جنب. طب العجينه دي انا ممكن احشيها بايه يا بنتي يا نوجه؟ ممكن تحشيها يا حبيبتي بجبن، مشكل جبن. عندك حته جبنه حطي عليها عود خضره وقرن فلفل واحشي بيها. عندك مربى عايزاها عجينه حلوه شغليها مربى شوكولاته اي حاجه. ما عندكيش اي حاجه تعالي بقى اقول لك على الحشوه السهله السريعه الموفره الجميله اللي انا عملتها. جبت بطاطس حبيتين بطاطس كده ورحت مقطعاهم مكعبات ورحت حطاهم في شويه ميه وحطاهم على النار يتسلقوا كويس زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه ان البطاطس بتاعتك تتسلق كويس خالص، وتهرسيها بقى بمعلقه بشوكه بهراسه باي حاجه، مش هنقف عليها برضو. نفضل نعجن نهرس فيها كويس جدا ونتاكد ان البطاطس بتاعتي اتهرست خالص قبل ما احط عليها اي اضافات تانية. وزي ما قلت لك ممكن تستبدلي الحشوه دي باي حاجه، عندك بواقي صدر فراخ بايت عندك مش عارفه تعملي فيه ايه، قطعيه واحشي بيها. عندك حته لحمه مفرومه معصجه، عندك حتة صدوقية، عندك بسطرمة، اي حاجة تعمل معانا حشوة تبقى مية مية. انا زي ما قلت لك هنا ما وقفتش على حاجة معينة، انا حطيت بطاطس وحبيتين زيتون من اللي انا كنت عاملاهم قبل كده معاكم على القناة، وطلع تحفة بجد، وعايزاك تخشي على الفيديو وتشوفيه هيعجبك بجد الزيتون. وحتة قرن فلفل صغننة وحتة خضرة صغيرة اي نوع، بقدونس بقى كزبرة مش هتفرق معانا. وتظبطي ملحك وفلفلك بقى وتظبطي البطاطس بتاعتك اكنك هتاكليها بالظبط.
انا هنا دقتها حسيت ان هي ناقصه ملح شويه، انا كنت خايفه عشان انا حاطه زيتون، بس لا ظبطتها تمام وخلاص كده. وفي الوقت دوت كانت العجينه بتاعتي يا حبيبتي، انا كنت مغطياها بقى على السرير وحاطه عليها بطانيه كبيره عشان تعمل معايا بسرعه، ما انا عشان اخلص بقى عشان العيال ياكلوا. رحت حاطه بقى ايه العجينه بتاعتي على السرير. في النص ساعة كانت العجينة وصلت للشكل اللي انت شايفاه ده. جبتها على الرخامة برضو بعد ما مسحتها كده وقطعتها نصين متساويين، وهبدأ افردها. وزي ما انت شايفه كده العجينه خمرانه حلو ومرتاحه، ففردت معايا من غير ولا نشابه ولا وجع قلب ولا اي حاجه خالص. جبت الصينيه بتاعتي ودهنتها دهنه زيت خفيفه، وفردت العجينه واحط النص بتاعها بقى كده في قعر الصينيه، وتظبطيها كده وتاخد المساحه بتاعت الصينيه كلها زي ما انت شايفه بالشكل الجميل دوت، ولا اسهل من كده. كل دوت والفيلم لسه ما بدأش، احنا كل ده بنستعد للفيلم. ورحت حاطه الحشوه بتاعتي بقى كده لحد هنا. الحشوه بتاعتك ديت ممكن تكتفي بيها وتبقى فله الفل. عايزه تزودي بقى، انا كان عندي جبنه موتزاريلا، قلت طب ما انا عندي، طب ما انا احط لها حته جبنه بالمره. رحت حاطه عليها حته الجبنه الموتزاريلا. عندك جبنه تركي شغاله، عندك اي مشكل جبن حطيه. ورحت حاطه عليها الجبنه الموتزاريلا، ورحت فارده النص التاني وزي ما انت شايفه كده، واتني اتني 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 الحروف. ورحت تانيها ورحت مدخلاها من تحت عشان لما تدخل الفرن وتخمر مره تانية العجينه ما تفكش مني. والتقطيعه بقى اللي انت عايزاها يا ست الكل. انا قطعتها بالشكل دوت كده، انت بقى براحتك، عايزه تقطعي مثلثات مكعبات دواير مش هتفرق معانا الشكل خالص، المهم احنا لينا في النتيجه الاخيره. وقطعتها زي ما انت شايفه كده. جه وقت بقى ايه دلوقتي؟ وقت صفار البيضه. ما انا البيضه ب3 جنيه هعملها كلها في العجينه وبعد كده ادور على حاجه ادهن الوش؟ لا. رحت حاطه البياض في العجينه ورحت اخده الصفار دهنه بيه الوش زي ما انت شايفه كده، ورشه سمسم بقى وحبه ديكوريشن وحبه حاجات عشان تلفتي النظر للعيال، عشان ما يقولوش دي بطاطس بس كده ما رضوش ياكلوها. رحت عاملاها بالشكل الجميل دوت. وكنت مولعه طبعا الفرن وانا بعمل في العجينه وبظبطها في الصينيه، كنت مسخنه الفرن بتاعي ورحت حطاها في الفرن وطلعت معايا ربع ساعه بالظبط وطلعت بالشكل الجميل دوت. وكنت في الوقت ده بعمل الشاي بلبن. وانا بعمل الشاي بلبن بطريقه كده معرفش كلكم بتعملوها زيي ولا لا. انا بحط اللبن على النار واحط فيه الشاي ويغلي مع بعضه وبعد كده اصبه، بيبقى طعمه حلو قوي. ادي العجينه بتاعتنا او الفطيره بتاعتنا اللي طلعت سخنه وجميله ومتحمره ولا فيها زفاره بيض. وانا نسيت اقول لك انا حطيت على صفار البيض رشه خل. وبألف هنا وشفا، واتمنى يا رب الفيديو يكون عجب.